اوقات كتير بنلاقي نفسنا فاضيين، مفيش شغل، مفيش هدف، مفيش طموح، ولا حتى حاجة بسيطة تشغل دماغنا. ساعتها بقى الفراغ بيجيلك بكل هدوء. في الاول ممكن تحس ان هو راحة، ولكن هو مش راحة خالص. الفراغ بيزرع جوه الانسان الشعور بالملل والكسل، فتبدأ تحس انك مش قادر تعمل اي حاجة. ومن غير ما تحس الفراغ بيأثر عليك تماما، حتى افكارك انت مش قادر تسمع لها. ومع مرور الوقت الشعور ده بيزيد وبيسيطر على حياتك كلها، وبيحول حياتك للهلاك البطيء والضياع. لكن الفراغ مش دايما هلاك لو قدرنا نستغله صح. ممكن يكون البداية الجديدة والفرصة اللي تغير حياتنا للأفضل. في الفيديو ده هنتكلم عن الفراغ وليه ممكن يدمرنا، وإزاي نحوله لأداة تبني حياتنا وتخلي أفضل نسخة في نفسنا. أول حاجة هنتكلم عنها الفراغ وتأثيره النفسي. الفراغ مش بس شعور إنك فاضي أو مفيش حاجة تعملها، الفراغ أكبر من كده بكتير. الفراغ بيبدأ صغير، ممكن ساعة أو يوم، وبعدين بيتحول لحالة مستمرة بتبقى معانا على طول. أول حاجة بيعملها الفراغ إنه بيخليك تفكر أكتر من اللازم، وتغرق في دوامة الأفكار السلبية. وبيخليك تبدأ مثلا في حاجات انت عملتها زمان، أو في ردود أفعال غلط انت أخدتها زمان، فبيشتتك لأبعد ما يمكن. وبعد كده بياخدك في دوامة المستقبل. وكمان الفراغ بيبدأ يطير الشغف اللي عندك، اللي كان عندك زمان، من الحاجات اللي كانت بتحمسك قبل كده، فتبدأ تحس إن هي مملة. الطاقة النفسية تبدأ تقل، والمزاج بيبدأ يتأثر، وفي الآخر ممكن تحس بالوحدة حتى وانت في وسط الناس. والأخطر بقى من كل ده إنه بيحول حياتك لتصرفات غلط أو علاقات مش مفيدة، بس بيحسسك إنك مش فاضي. وكل ده بيبدأ من حاجات بسيطة، مجرد لحظة فراغ، بس للأسف هي بتكبر مع الوقت وبتحول مشكلة كبيرة لو ما أخدناش بالنا منها. اتنين، الفراغ والهلاك. لما الإنسان بيسيب نفسه طول الوقت بيبدأ يسيب أثر جواه، وتحس إن ثقته في نفسه بدأت تقل واحدة واحدة، وإنه مش قادر يوقف أي حاجة بتضيع وقته في حاجات ملهاش لازمة. ممكن يقعد بالساعات على السوشيال ميديا ويبدأ يحس بالتفكير السلبي ويجيله اليأس والإحباط. فده بيخلي الهلاك مش بس نفسي، لأ ده ممكن يكون مادي كمان، وبيضيع على نفسه فرص كتير، وبيسبب أذى طول عمره. لو ما اتحركش في الوقت الصح هيحس بالندم طول حياته. رقم 3، الفراغ والفرصة. الفراغ رغم خطورته فمش دايما حاجة سلبية. لو عرفنا نستغله صح ممكن تكون بداية جديدة نقدر نغير حياتنا بيها. اللي بيحصل مع ناس كتير ان هم مش عارفين هم هيبدأوا منين ولا هيعملوا ايه. علشان كده هم دايما بيجيلهم احساس بالخوف، بالرهبة. بيبقوا مش عايزين حتى يفكروا ولو لحظة واحدة. هي دي اللحظة اللي بتحول فيها الفراغ للطاقة الإيجابية اللي بيبدأ يغير بيها حياته بدل ما تكون فيها هلاك. ممكن تبدأ حاجة جديدة أو مهارة جديدة أو حتى رياضة جديدة. حتى أصغر خطوة بتاخدها هي ديت اللحظة اللي بتستغلها لتطوير نفسك من جديد. الفراغ مش تهديد لفرصة حقيقية، الفراغ كمان بيعلمك تعرف قيمتك وبيديك وقتك تفكر في أحلامك ومستقبلك. ولو قدرت تتحكم فيه بدل ما هو ما يتحكم فيك، ساعتها هتحس بارتياح شديد. يعني باختصار الفراغ ممكن يكون هلاك أو ممكن يكون بداية جديدة لكل حاجة حلوة هتحصل في حياتك. في جملة حلوة قوي بتقول إن الفراغ أرض خصبة لكل شيء سلبي، ولكن لو زرعت فيه هدفك وشغفك هيتحول أعظم بداية في حياتك. نصائح عملية للتعامل مع إهدار الوقت. في بعض الخطوات البسيطة علشان تقدر تتعامل مع إهدار الوقت. حدد وقتك ومخططك اليومي. ابدأ إنك تحاول تحط لنفسك جدول صغير، واكتب الحاجات اللي انت هتعملها سواء في الشغل أو في الدراسة أو في أي حاجة تانية انت بتحبها. دايما إنك تنظم وقتك هيديك شعور بالإنجاز. رقم 2، ابدأ حاجة جديدة مهما كانت صغيرة. حاول إنك تتعلم مهارة جديدة أو حتى واحدة واحدة، ده هيحسسك بالحماس ويشغلك تماما ويبعدك عن الملل والطاقة السلبية. رقم 3، مارس الرياضة، ودي من اهم الحاجات اللي بتخرج الطاقه السلبيه وبتديك طاقه ايجابيه. وفعلا هتحس بالفرق كتير جدا لما تمارس الرياضه. رقم 4، تجنب العادات السيئه التي تملأ الفراغ. ساعات الفراغ بيخلي الانسان يلجأ للتليفونات او السوشيال ميديا لاوقات كتير جدا، وممكن تكون ساعات. فحاول انك تستبدلها عشان تكسر الروتين بتاعك، علشان ما يبقاش انت قاعد طول اليوم مثلا ماسك التليفون. ممكن تقعد بالعشر ساعات ماسك التليفون، وقاعد بتسكرول على السوشيال ميديا او الكلام ده. فانت حاول دايما تشغل نفسك باوقات كتير. رقم 5، خصص وقت للتفكير الايجابي وتطوير النفسي. استخدم وقتك في اللي انت فاضي فيه في تحديد اهدافك. اكتب انت عايز تعمل ايه بالظبط، وده انصحك انك تعملها بشدة لان ديت فعلا غيرت حياتي للاحسن. وخليك دايما فاكر ان الفراغ مش بس لحظات بتعدي من قدامك وخلاص، ممكن تكون فرصة تبني بيها نفسك وتغير حياتك وانت واختياراتك. وخليك دايما فاكر ان الفراغ لو ما استغلتوش صح هيبقى فعلا هلاك، ولكن نفس الفراغ ده ممكن يكون بداية لكل حاجة حلوة انت عايز تبدأها لو اخدت القرار الصح. ولو انت وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب،
وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.